هذا واحد من المشاريع المختص بالأزياء الفروسية. مشروع يمكن كمل عقد من الزمان وأكثر. براندنا دير بدينا من 10 سنين تقريبا. حكايتنا ببساطة أن أنا فارسة في قفز الحواجز، وتقريبا فكرت أن ليش ما يكون للإمارات بصمة في أزياء، في عالم أزياء الفروسية. الحمد لله الله وفقني ووفيت بوعدي، وسميت المشروع دير يعني الشغف. كان وايد مهم نركز على هوية منتجاتنا، أن هوية المنتجات لقفز الحواجز وللفروسية بالذات، فاهتمينا بالشكل أكثر، والقماش جودته عالية الحمد لله. شاركنا في 5 معارض عالمية. كنا مشاركين في معرض إكويتانا في ألمانيا سنة 23، وكنا الإماراتيين الوحيدين صراحة اللي الحمد لله الله قدرنا ورفعنا العلم في ألمانيا. شو اللي يميز المشروع؟ اللي يميزه أنه خصصنا لبس للمتحجبات في أول بداياتنا، والحمد لله أن انعرفنا به خليجيا. الحجاب الرياضي من 2015، الحجاب الرياضي، تنورة قفز الحواجز، الملابس المحتشمة بالنسبة للسيدات. مشروع دير واحد من المشاريع الإماراتية المتميزة في الفروسية اللي انطلق فعلا للعالمية.